السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي ندير معكم هاد الوصفه اللي هي لي دونات، وما غاديش نقليوهم كما كنا كنقليوهم، غادي نديرهم في الفران. صحيين وغادي يجيوكم، صدقوني ملي غتجربوهم غتبقاو دائما ديروهم في الفران، ما غاتبقاوش تقليوهم. كيجيو خفاف وزوينين يعني مهويين الداخل بواحد الطريقه، يعني جايين رائعين رائعين. غتجربوا الوصفه وغادي تردوا عليا الخبر في الكومنتار. هنا غادي نديروا الوصفه السحريه اللي هي محسن الخبز. غادي نديروا كاس حليب، نص كاس تاع الماء، وكاس تاع الدقيق. هذه هي الوصفه السحريه اللي تخلي لنا لي دونات رطبين وكيجيو خفاف بزاف بزاف. نتمنى تجربوها وتعتمدوا هاد الوصفه، واللي جربها ودارها يخلي لي تعليق في لي كومونتير. هنا في كاسرونه كندير الحليب وندير الماء ونزيد عليه هذاك الطحين ونديرها فوق النار حتى تعقد بهذه الطريقه. نبقى نحرك بالتحريك المستمر بهذه الطريقه صافي، ونحيدها ونخليها تبرد على خاطرها. نمشي نوجد المقادير الاخرى نتاع لي دونات. عندي كاس حليب، نص كاس ماء، نص كاس زيت، نص كاس سكر، وبيضه، 600 غرام فرينه، واحد الساشي تاع لوفور شيميك، واحد الخماره حمراء، و50 غرام تاع الزبده. تكون الزبده ضروري، الزبده باش يجي بنين نديرو الزبده سبيسيال. في اناء غادي نخلطو كامل. سمحوا لينا التصوير، انا كنت شاده بيد وكنخدم بيد. درت الحليب والماء وكنزيد داك الزيت، السكر اللي هو نص كاس تاع السكر، واحد القرصان تاع الملح، الخماره نسيت ما قلتش، معلقه تاع الخماره الخبز. وكنخلطوا هاد المكونات، نخلطوهم هكا مزيان مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم، الحليب، الماء، الزيت. صافي ملي نخلطوهم نخليهم واحد شويه، ومن بعد داك محسن الخبز يكون برد غادي نزيدو عليه داك الخليط مع بيضه، ونبقاو نزيدو الفرينه شويه بشويه وحنا كنخلطو. انا خلط غير بالسباتيلا، واحد اللي شاده بها التليفون، واحد اللي كنصور بها بهذه الطريقه حتى تجمع شويه. يبقى الكاس التالي غادي نخدم يديا، ضروري ما تستعملوا اليد. هنا هاد الطريقه. والزبده ما كنزيدوهاش في الاول، غادي نزيدوها في المرحله الاخيره. دونك هنا راني كنستعمل يدي وغادي نزيد الزبده. ديك 50 غرام تاع الزبده خصها تكون بحراره المطبخ، ما تكونش في الثلاجه. وصافي غادي ندخل ديك الزبده، شتو الزبده يعني رطبه، غندخلها هكا صافي. من بعد ما دخلت فيه الزبده غادي نغطيه بواحد بلاستيك سلوفان، ونخليها حتى يضاعف الحجم نتاعها. وغادي نقازيها هكا بهذه الطريقه ونقسمها على زوج، وندير البلوطو طرافاي غادي ندير عليه شويه الفرينه، ما تكتروش صافي. ونرفد واحد الكره وغادي نقرصها. من بعد ما نكملها ندير ثاني الثانيه. راه هاد الكونتيتي غتخرج لكم واحد الكميه يعني لا باس بها، كبيره يعني ماشي لا باس بها، يعني مزيان. صافي نسرحها بالمدلك، ما نديرهاش رقيقه، نديرها على حسب كيما كنديروا الدونات اللي كنقليوه، كنديروا الدونات نتاع الفران. يعني ما تخافوش لان فيه هذاك محسن الخبز راه كيجيو زوينين. وانا درت هنا 3 تاع الشكالات تاع لي دونات. درت دونات هادو الكبار، ماشي ضروري خص يكون عندك هاد المرشم نتاع الدونات، ديري بالكاس وديري بشي قفاله ولا نتاع البيدو، ديري ديك الثقبه نتاع الوسط.
يعني كنسهلها لكم باش اللي ما عندوش هذا ماشي يقول يعجز ما يديرش. وصدقوني هاد لي دونات كيجيو زوينين بزاف بزاف، يعني جربوهم وردوا عليا الخبر. هاي يعني ما غاديش غير نجي انا ونقول لكم راهم زوينين وغادي نشكر الاخر نتاعي. وهنا درت لي دونات شويه صغار على هاد الوالا، درت 3 اشكالات. وهنا دونات اليويو، يعني هادو رائعين رائعين جايين كيوت زوينين بزاف بزاف هاد الصغار. صدقوني هاد الدونات يعني قد ما نقول لكم عليهم يعني ما اديتهمش حقهم، جاو رائعين. وهنا درتهم صافي بواحد الصني وغادي نخليهم يخمروا، نغطيهم ونخليهم حتى يخمروا. ها هما لي دونات نتاعي راهم خمروا، وانا ما غادي ندهنهم لا بيض لا والو. الفران عندي سخون ودخلتهم للفران وشوفوا كي نتفخوا، يعني طلعوا. يعني ماشي تقولوا انه غادي في الفران ما غاديش يجيو باش منتفخين ولا ما غاديش يطلعوا بهذه الطريقه. راه داك محسن الخبز كيخليهم كيطلعوا هكذا وكيجيو رطبين وزوينين وكيحماروا. شوفوا يعني ماشي يعني ما دهنتهم ما والو، كيحماروا هكا. انا وريت لكم لي ديتاي كاملين باش تشوفوهم. وهنا غادي نمشيو للديكوراسيون. انا درت يعني اللي بغيتو درت شوكولا بيضاء والشوكولا نوار، والفوق غادي كاين درت فيرميسال الوان، فيرميسال كحله. عندي بيستاش، عندي اللوز، عندي النوغا نتاع اللوز. يعني هما اللي غادي ندير بهم الديكوراسيون. وراه ساهله ساهله بزاف بزاف، يعني وصفه سريعه ما تضليش على التقلي. كديري الصني كامل وتدخليه للفران ودغيا كيطيبوا، غيكون الفران مجهد. ونبقى بهاد الطريقه كامل اللي كندير لها الشوكولات كنزوقها. وضروري ما ديروا 2 الوان يعني. وهاد بيستاش فيرميسال، يعني كاين اللي ما كانش عندكم هادشي في الدار، انا على حسب الكوموند ديروا غير الفيرميسال. يعني معروفين هما لي دونات كيديروا عليهم الفيرميسال الوان، فيرميسال بلون، فيرميسال نوار. انا درت بيستاش، اللوز، نوازات. تقدروا ديروا حتى القوقاو او الكاوكاو، ديروا الجنجلان، يعني اي حاجه كانت عندكم في الدار ديروها. والوليدات من غادي يشوفوا هاد الالوان يعني كيعجبوهم بزاف بزاف. وهنا ها هما بعد ما كملتهم درت قلت نعمرهم نصورهم لكم باش تشوفوهم كيف جاو. والبنه ما نقول لكمش راه كيجيو زوينين بزاف بزاف، كتاكلوهم ما كتشبعوش منهم. خصوصا الصغار اليويو اللي كنديروهم في المناسبات، في الخطوبه، في عيد الميلاد، في الاعراس، كيتقدموا هكا في البيفي كيجيو رائعين. الصغار يعني كيقولهم اليويو. وهادو هما لي دونات نتاعي. الله اكبر. ونتمنى تجربوهم لاول مره يشوف القناه تاعي. ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المشتركين تاعي جداد، الدار داركم والقناه قناتكم، مرحبا بكم. وصدقوني راكم جربتوا هاد الدونات غادي توليو مدمنين عليهم في الدار، يعني ساهلين من كتر البنه نتاعهم تبقاو دائما ديروهم. وخصوصا وقت الدراسه الوليدات ديروهم وراه ما كيقصحوا ما والو، كيجلسوا عندكم حتى السيمانه او اكثر. ديروا لهم الكوتي، ديروا معاهم المدرسه. وهذه هي الوصفه ونتمنى تجربوها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو لاحق ان شاء الله.
ودمتم في رعاية الله وحفظه.